حاجة كده خطر خطر خطر. احلى حاجة اكل بالليل ده بفتيك مفكش اهو، خطير ومفهوش غلطة. دلوقتي يا جماعة والله العظيم الساعة دلوقتي عندي في الامارات 5:30. عملت ايه؟ بفتيك وبطاطس محمرة. خلاص ضربت معايا كده في دماغي، انا عايزة اكل بفتيك وبطاطس محمرة مع كاتشب وسراتشا كده كنسة يا قلب على الحلاوة. اقول لكم في الفيديو ده على كام سر خطير كده يطلع معاكم البفتيكية زي ما انتم شايفين كده مفيش غلطة حرفيا. طيب البفتيكة عندي اهو، نقول للجزار يكون من قطعية تكون طرية عشان يستوي معانا مظبوط، وطبعا يفضل ان هو يكون متقطع سميك عن كده شويه. ده عصير بصل. يعني ايه عصير بصل؟ يعني بصلايه حطيتها مع كوبايه الا ربع ميه كده، واروح حطاها على البفتيك. معلقه من الصويا صوص كبيره، دي اختياري مش عايزين براحتكم، بس صدقوني خلي البفتيك في حته تانية خالص. بيض عليه ملح وفلفل اسود. هحتاج اغير الطبق. كويس ان انا فقت ايه قبل ما تحصل جريمه الدنيا تتبهدل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه بس خافوش يا جماعه، مش هيعمل اي زفره خالص، هيكون خطير خطير خطير. الطريقه دي تطلع لكم بفتيك لا 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 عالمي، مفيهوش غلطه بجد. بدل بقى ما تعملوا بصل وتبشروه او تعملوه بعد كده تصفوه وتسيبوا ميته كده اسهل. نسيبه بقى في التتبيله ساعه. ودلوقتي بقى على ما البفتيك يقعد في التتبيله شويه، هقطع شويه بطاطس محمره. انا بحب اقطعها طويل كده، ممكن تقطعوها بالطول او بالعرض براحتكم يعني. ماما الله يرحمها كانت بتعملها كده وكنت بحبها كده قوي. قولوا لي انتوا بتحبوا تقطعوها طول كده ولا تقطعوها صغنونه بالعرض كده؟ بالنسبه لي لا، الطول كده احلى. بس البطاطسايه فيها بركه كده. بعشق البفتيك مع البطاطس المحمره او البفتيك مع المكرونه. تحبوا انتوا ايه اكتر؟ اذواق، مزاج يعني في الاكل صراحه. دلوقتي بقى هسيب البفتيك في التتبيله كده شويه، وهحط البطاطس المحمره في ميه كده ساقعه لحد ما البفتيك يتبل، وابتدي بقى اقليهم واندمج. طيب دلوقتي بقى عدى ساعه، هنعمل ايه؟ الخطوه دي مهمه جدا عشان البفتيك ما يفكش منكم وقت التحمير. بصوا بنخرج البفتيكيه من التتبيله، نشيل التتبيله كده من عليه ونحطه في طبق. الحركه دي مهمه قوي. كده كده انا عامله عصير بصل، فكده كده يعني مش حاطه قطع بصل فمش هيفك ولا حاجه. بس احتياطي برضو نشيل التتبيله كده قبل ما نحطه في البقسماط. خلاص الكميه كلها وبعدين نبتدي نحطه في البقسماط. بقسماطايه كده على الناحيتين، لازم نضغط كده بالراحه عشان الموبايل هيقع. حطيت اهو دلوقتي خلاص كل البفتيك كده في البقسماط بتاعي، وبعدين جبت طاسه حطيت فيها بقى زيت كميه حلوه كده، والطاسه كبيره يعني مدياني مساحه. وابتدي بقى الاول احمر البطاطس عشان الزيت ما يبص، بعد كده احمر البفتيك بتاعي. جهزت الطبق بقى اللي عليه مناديل، واحط الكنزه في الفريزر وبس الزيت يسخن ابتدي بقى احمر البطاطس. طبعا هي طلعت مش بطاطس تحمير بس عادي يعني، تفتكر برضو دي بتكون مسكره ولذيذه يعني. استنى بس الزيت يسخن شويه تاني. كده اهو تحفه تحفه تحفه. حاجه كده خطر خطر خطر. وكده بقى يا جماعه بعد ما البفتيك والبطاطس المحمره خلصوا، بجد مش عارفه هنام امتى ولا هصحى امتى. باي باي.